السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة يا جماعة فيديو من النوادر اللي مش هتشوفوها كتير. هنا ده فانيلا لاتيه جوتن 15 19 صبغة كاملة اللي هي الدرجة دي طريقة اللي هي الدرجة دي فانيلا لاتيه. فطبعا في ناس بتحب تشغل دماغها، علشان توفر 200 300 جنيه في البسلة، وبيقولوا لا ده أصل جوتن غالية، احنا هنحاول نجيب حاجة أرخص وكده. فبيروحوا يجيبوا جي ال سي، هي اللي عليها طلب كتير يعني، أو الجزيرة أو أي شركة تانية. دايما بقول لكم يا جماعة استحالة استحالة من رابع المستحيلات إن الدرجة تطلع مظبوطة طالما أنت غيرت الشركة اللي هي منزلة اللون بتاعها. أنت حضرتك عايز تجيب من جي ال سي يبقى تختار اللون بتاعك من جي ال سي، عايز تجيب من جوتن يبقى تختار الدرجة بتاعتك من جوتن، عايز تجيب سايبس نفس الحكاية، عايز تجيب باكين كاستيلو أي حاجة اختار من الشركة بتاعتها الدرجة علشان ما تجيبش الدرجة وتطلع مختلفة معاك. هنا طبعا الناس حبت توفر، راحوا جابوا جي ال سي، طلعت الدرجة زي ما انتم حضراتكم شايفين كده. الفرق واضح وباين بفرق السماء من الأرض، الفرق الأبيض من الأسود زي ما انتم شايفين. درجة بعيدة كل البعد عن الفانيلا لاتيه. اللي على اليمين الفانيلا لاتيه جوتن اللي هي ديت، تمام، ده 7%. واللي على الشمال فانيلا لاتيه برضه بياخدوا الكود ويدخلوه. طبعا الصبغة مش هي الصبغة، ولا البلاستيك هو البلاستيك، ولا البيز هو البيز، فلازم تختلف. مش هنقول 180 درجة، 360 درجة. دي الحاجة التانية كمان بتختلف في اللمعة. شايفين هنا لمعة عالية وهناك 7%. الفرق واضح من الجنب اهو. فتحت الشباك عشان تبان. طبعا كل ما تبعد كل ما الدرجة تظهر معاك أكتر. عشان تشوف الدرجة صح يكون بينك وبينها مش أقل من 3 4 متر، تمام. طيب نيجي هنا، في هنا على اليمين فانيلا لاتيه جوتن، في هنا على الشمال فانيلا لاتيه جي ال سي. طبعا مش باين إن في فرق. طبعا لما نبعد هيبتدي اللون يبان معانا كده. واضح إن الدرجة اللي هي على الشمال غير الدرجة اللي هي على اليمين، تمام. في زغللة في الصورة، أتمنى تكون الصورة واضحة. فدايما بقول يا جماعة، ناس كتير جدا بتكلمني وبتشتكي أنا رحت جبت الفانيلا وطلع غامق قوي وطلعت الدرجة مش حلوة خالص. طب ازاي يا مدام حضرتك جبت ايه؟ تقول أنا رحت جي ال سي. طب ازاي يا مدام؟ تقول أنا بنزل فانيلا لاتيه جوتن وبنزلك الكود بتاعها وبنزلك الدرجة بتاعتها على الطبيعة، تروح حضرتك تجيبي جي ال سي؟ يبقى أنا مش مسؤول ولا أي حد مسؤول، أنت اللي مسؤولة عن البوظان اللي أنت عملتيه لنفسك، أنت اللي مسؤولة عن الدرجة اللي أنت جبتيها أو الخامة اللي أنت جبتيها، تمام. وده البلاتين بتاع جي ال سي اللي هو الكمبيوتر. للأسف الوفر مش حاجة. هتوفر ايه؟ 200 300 جنيه يعني في سبيل ان انت بتبوظ درجة شقة بحالها، او بتبوظ درجة هتتكلف عليها وهتدفع فيها الافات. طب ليه؟ ما تشتغل صح. عايز تجيب جي ال سي روح اختار من جي ال سي، ما تختارش من جوتن وتروح تجيب من جي ال سي. زي مثلا يجي واحد يتفق معاك على شغل يقول لك انا عايز كذا كذا كذا، ممكن انا اقول له مثلا انا هعمل لك المتر مثلا ب 50 جنيه، يروح لواحد تاني ويقول له انا عايز الخطوات زي ما انا قلت له، اعمل لي خطوات واحد اتنين تلاته وب 30 جنيه مثلا او ب 10 جنيه. ما طبيعي لازم هيكون فيه لعب ولازم هيكون فيه فرق. يعني ازاي انت هتجيب يعني احمد مش زي الحاج احمد؟ لا، الاتنين مختلفين. احمد احمد والحاج احمد راح حج، راجل صرف وراح وحج، لكن احمد لسه ما حجش. ففي فرق يعني، ما حدش يقدر ينكره. اتمنى تكون الناس فهمت ويكون الفيديو واضح وتكون الدرجة واضحة. ده فانيلا صبغة كاملة جدا، دي طريقته ديت. دي طبعا عينة كنا عاملينها للعميل علشان خاطر يختار منها، وديت عينة تانية من جي ال سي. يعني حتى الصورة من قريب باينة، لكن كل ما هنبعد
والإضاءة تخش عليها هتلاقي الدرجة بتبعد كتير جدا جدا عن الحقيقة. طيب هي هتطلع وحشة؟ لا، هي مش هتطلع وحشة، بس مش هتطلع الفانيلا لاتيه، فعشان نكون متفقين يعني. طيب نيجي هنا على الطبيعة، شغالين اهو اديها. طبعا هي درجة مش وحشة، بس مش هي الفانيلا، ما تقولش عليها فانيلا. تمام. وفي المجمل العام او في الشكل العام محدش يعرف الفرق قوي الا اللي هو جايب الخامة بايده او اللي هو عارف الحاجة بايده. لكن طبعا لو حد دقيق الملاحظة هيلاحظ ان الدرجة ديت مش هي الفانيلا اللي هو اختارها من الكارتيلا، او اللي هو انا عملت له بيها العينة، او اللي هو شافها في الفيديوهات بتاعتي. طبعا الدرجة غامقة، غامقة جدا عن الفانيلا زي ما انتم شايفين كده. طبعا باين الابيض من اللون فرق شاسع. وطبعا كل ما تكون الدنيا الإضاءة ضعيفة هيبان اللون أغمق كتير. لسه ما ندهن الجدران هنشوفها برضه مع بعض.